من الرياض يلتحق بنا اليوم شاهد على البعثة الخضراء إبراهيم غالب لاعب المنتخب السعودي. كان مع المنتخب السعودي في النهائيات الآسيوية في استراليا. إبراهيم، الحمد لله على السلامة، أهلا بك معنا، شكرا لحضورك. أريد أن نبدأ معك مباشرة، ولكن أريد أن فقط أؤكد بأن الكلام الذي ستقوله يفترض أن يكون مفيدا لأعضاء الاتحاد السعودي والمسؤولين عن الرياضة، ويفترض أن يجيب على كثيرا من تساؤلات الجماهير التي تألمت لخروج المنتخب السعودي من استراليا مبكرا. أولا أريد أن أسأل، هل منذ أن غادرتم الرياض إلى المشاركة في استراليا هل تلقيتم الدعم الكافي لكم من الاتحاد السعودي لكرة القدم بما يسمح بظهوركم بشكل جميل ومناسب مع الفرق الآسيوية؟ في البداية شكرا لك أخوي بتال. أهلا وسهلا. الله يسلمك. بالنسبة للاهتمام الاتحاد السعودي يعني كان موجود، يعني طبعا اتحاد خاص بالكورة يعني، لكن كلنا كلاعيبة كنا نتمنى يعني يكون الاستقرار الفني من قبل، يعني يكون المدرب جاهز لهالبطولة، متابع للدوري، عارف إمكانيات اللعيبة، يعني ما يكون المدرب جاي بوقت قصير قبل البطولة. جميل. هل احتجتم دعم معنوي غالب وعلاج نفسي لبعض الحالات مثلا زي الخسارة أمام الصين، وجدتوها ولا كانت غير موجودة؟ لا أبد، احنا لعيبة كرة قدم يعني متعودين على الفوز والتعادل والخسارة، يعني ما احتجنا لهالشيء. لكن مثل ما أقول لك يعني إن يعني مباراة الصين احنا كلاعيبة يعني حاولنا نتدارك الهزيمة اللي صارت لنا. نعم. كنا ممكن نطلع المباراة بنقاط يعني غير الخسارة. حاولنا نتدارك المباراة الثانية والحمد لله يعني قدرنا. نعم. طيب، كوزمين كان مدربا مؤقتا للمنتخب السعودي في هذه البطولة. المدرب المؤقت دائما تكون نظرته للأمور مختلفة عن المدرب طويل الأمد صاحب عقد طويل. هل أظهر كوزمين في رأيك، هل أظهر جدية عالية معكم في التمارين واهتمام كبير، يعني ما تخلينا نقول أنه فقط طارئ وسيذهب؟ لا بالعكس، السيد كوزمين يعني مدرب كبير له تاريخه، يعني سواء كان عندنا في الدوري السعودي أو الدوري الإماراتي. بصراحة يعني إن في التمارين والمباريات يعني كان واضح عليه يعني إنه كان حاب إنه يسوي شيء، حاب إنه يقدم شيء، بغض النظر عنه كان مدرب مؤقت. يعني شفنا منه يعني استفدنا، وانا واحد من اللعيبه اللي استفدت منه اشياء كثيره الحمد لله. كان جاد معنا وكان وده انه يعني يحقق شيء للمنتخب السعودي. جميل. غالب، هل شعرت بأن زملائك في استراليا لاعبي المنتخب السعودي على قلب رجل واحد؟ بصراحه لا، ما هالشيء كان ناقصنا كثير. ايش الأسباب في ظنك؟ والله اسباب كثيره، يعني اسباب كثيره يعني في الاغلب مو في الجميع يعني، لكن كان ناقصنا هالشيء يعني صراحه. جميل. طيب، لو كنا على قلب واحد كنا طلعنا بنتائج يعني احسن من اللي صار لنا. جميل. طيب، هل شعرت بأي تمييز بأي شكل من الأشكال بين لاعيبة المنتخب السعودي من إدارة المنتخب؟ أو تفضيل لا أو ما كان تمييز؟ في هالشيء. ما كان موجود. طيب. لا ما كان موجود هالشيء. طيب، طوال وجودك في المنتخب السعودي سواء في استراليا أو قبل ذلك، هل تعتقد بأن هناك تدخلات في قائمة المنتخب سواء الأولية أو أثناء المباريات، تدخلات من خارج الجهاز الفني سواء بالتأثير أو بالأمر؟ أنا ما أعتقد، لكن أجزم بهالشيء يعني موجود هناك تدخلات. اي نعم. طيب، أنتم كلاعبين ماذا تريدون لإعادة الأخضر؟ ما الذي تحتاجونه لإعادة الأخضر للواجهة الآسيوية كما كان بطلا يشار له بالبنان؟ أبدا أخوي بتال، يعني الكل عارف والكل شايف أن دورينا يعني من أقوى الدوريات العربية. عندنا لعيبة يعني ما شاء الله يعني في أكثر من خانة ممتازين.
نحتاج بس استقرار الفني، نحتاج ان تكون يعني من الحين اذا كنا نبي نوصل كاس عالم لابد ان نثبت على منتخب واحد في اعمار صغيره، نصبر عليهم، ندعمهم من داخل حتى نقدر نسوي شيء ونرجع هيبه المنتخب السعودي. جميل. طيب، تعتقد بأنه الكرة السعودية موجود فيها أو المنتخب الحالي أو اللي بيلعب في شهر 7 تصفيات كأس العالم موجودة مواهب لكنها تحتاج إلى إدارة، سواء إدارة فنية أو إدارية؟ اي نعم موجوده وتحتاج لها الشيء عشان تحقق المطلوب منها في الشارع الرياضي. طيب، هل كنتم تعانون غالب من ضعف البنية الجسدية عندما تواجهون المنتخبات أو والقوة البدنية؟ هل كنتم تعانون منها عندما تواجهون المنتخبات الآسيوية؟ لا ابد، ما هو بالشكل اللي الناس تتحدث يعني عنه. يعيقنا ان نحقق نتائج. لا، ما هو الشيء اللي يعيقنا ان نحقق اشياء، يعني عندنا لعيبه مهاريين في النص، يعني المهاره تغلب دائما على القوه البدنيه. جميل. طيب، أختم معك بس أسأل عن إصابتك، أنت جاهز؟ يعني إصابتك خلاص ما فيها أي مشكلة في يدك؟ لا الحمد لله، اصابه تشافيت منها وانا جاهز طبعا من انضمامي للمنتخب. أرجو لك التوفيق. شكرا على هذه الإجابات، شكرا على هذه